ومرحبا بكم في هذا الفيديو. بالتأكيد العديد من مستعملي الانستغرام يريدون طبعا معرفة هل يمكن أحد مراقبة حسابه أو هل هناك أحد يراقب حسابه في تلك اللحظات. نقوم بالدخول مباشرة إلى حسابنا أو تطبيق الانستغرام، يعني بشكل عام الحساب ثم البروفايل، ثم بعد ذلك النقر على هذه العلامة المكونة من 3 أشرطة، ثم اختيار الإعدادات والخصوصية، ونختار مركز الحسابات. ركز معي، خطوة بسيطة جدا. بعد ذلك هذا الخيار كلمة السر والأمان باللغة العربية، كلمة السر والأمان. بعد ذلك عملية التسجيل، يعني الأماكن التي سجلت الدخول منها. هنا تقوم بالنقر على الأجهزة. هنا يوضح لك المسألة واضحة. إذا رأيت هنا جهاز مختلف، يعني ويندوز، وأنت لم يسبق لك دخلت بالويندوز ورأيت جهاز أو رأيت بلد لم تعرفه بالتأكيد، يعني بلد مغاير عن بلدك، اعرف أن هنا أحد طبعا يدخل على حسابك في تلك اللحظات ويراقبه، أو هناك حساب دخل بطريقة مش حاب يعني أذكرها في الفيديو هذا، ولكن دخل بطريقة أنه يريد مراقبة حسابك بهذا المعنى. المهم أنا كما ألاحظ أن هذا الجهاز فهو جهاز خاص بي، سبق لي ودخلت في الويندوز بالتأكيد، هذا معروف، يعني ليس هناك أي مراقبة لحسابي. أنت عليك بمراقبة جيدة لهذه الصفحة، راح توضح لك الأجهزة التي سبق دخلت على حسابك الانستغرام، يعني بشكل مختصر. كما قلت، إذا كان جهاز هنا مختلف أو به بلد مختلف، فهنا شخص ما يقوم بالدخول على حسابك في تلك اللحظات ويراقب الرسائل إلى آخره. إذا كان جهاز عادي تعرفه وبلدك هو بلد يعني الموجود هنا، فخلاص الأمور عندك ماشية على النحو الأفضل. نتمنى منك تنقر على لايك واشترك بالقناة، طبعا مزيدا من الشروحات إن شاء الله في قادم الأيام. دمتم أوفياء.